في أمور في حياتنا كتير بنكون محتارين فيها ومش عارفين نعمل فيها ايه. زي مثلا اشتري الحذاء ده ولا ما اشتريهوش، انزل الشغلانة دي اشتغلها ولا لأ، اتزوج العروسة دي او لأ. طبعا في امور كتيرة او بتقابلنا كلها حيرة في حياتنا. طب الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيحتار في اموره كان بيعمل ايه؟ كان بيدعي دعاء اسمه دعاء الاستخارة. كان الرسول بيقول ايه في دعاء الاستخارة دي؟ كان قبل ما بيقوله اتوضى ويصلي ركعتين لله، وبعد كده بيقوم يقول الدعاء، يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وروح ذكر الأمر اللي أنا في حيرة إن أنا عايز أستشير في ربنا. الأمر أروح قايله، وبعدها أقول: خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، واذكر الأمر برضو اللي أنا في حيرة أو اللي أنا عايز أستخير في ربنا، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به.